تالت واحد معانا في القايمة وهو الإبيفيناك، وده بيحتوي على مادة الديكلوفيناك صوديوم، وبنستخدمه لتسكين الآلام الروماتيزمية والالتهابية زي التهاب المفاصل الروماتويدي، الأوستيو أرثرايتس أو الفصال العظمي، التهابات الفقرات التصلبي، والتهابات المفاصل الناتجة عن النقرس الحاد. وبرضه بنوصفه للآلام الحادة زي آلام الظهر والعظام والعضلات، آلام الإصابات والردود، آلام بعد العمليات الجراحية عشان يقلل الألم والالتهاب والتورم. وبرضه بيوصف لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وبيستخدم أحيانا لتسكين نوبات الصداع النصفي الحادة. ومن هنا خليني أعرفك على الآثار الجانبية للإبيفيناك. بالنسبة للآثار الجانبية الشائعة فممكن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي زي غثيان أو قيء، ألم في المعدة أو حرقة، إسهال أو إمساك، انتفاخات، وممكن يسبب دوخة أو دوار، وممكن توصل لنعاس أحيانا. أما بالنسبة للآثار الجانبية الأقل شيوعا فممكن يسبب قرحة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء خصوصا مع الاستخدام الطويل، ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل، طفح جلدي أو حكة، خلل في وظائف الكبد زي ارتفاع انزيمات الكبد، ومشاكل في الكلى زي خلل وظائف الكلى. أما بالنسبة بقى لموانع الاستعمال بتاعة الإبيفيناك فممنوع في حالة وجود حساسية من المادة الفعالة، وبرضه ممنوع في حالة مشاكل المعدة والجهاز الهضمي زي قرحة المعدة أو نزيف في المعدة. كمان ممنوع في حالة وجود مشاكل القلب والدورة الدموية زي كسور القلب الشديد أو مرضى الجلطات. وبرضه ممنوع في حالة وجود مشاكل في الكبد أو الكلى زي فشل كبد شديد أو فشل كلوي. وبرضه ممنوع في الحمل، وتحديدا في الثلث الأخير من الحمل لأنه ممكن يسبب غلق مبكر للقناة الشريانية للجنين. والجرعة للكبار بتكون 50 مللي جرام مرتين يوميا لثلاث مرات في اليوم، وممكن في بعض الحالات يوصل الطبيب الجرعة لحد 150 مللي جرام يوميا، يعني ثلاث أقراص مع بعض. واللي في هناك 50 بينزل بسعر 15 جنيه للشريط الواحد، ولو مش لقيته هتلاقي الديكلوفين 50 وده سعره 16 جنيه للشريط الواحد.